بيبدأ مسلسلنا النهارده بروان بطلة الحكاية، وسوزي أختها من والدها بتطردها من البيت وبتعايرها بإن من كام سنة والدتها بتدفع لأمها المريضة مصاريف المستشفى بتاعتها. وفي الوقت ده بيقع من روان خاتم رجالي بيكون واضح إنه غالي قوي، فسوزي بتطمع فيه وبتاخده من غير ما هي توافق. وفي النهاية روان بتخرج تمشي تحت المطر وهي مش عارفة هتروح فين ولا تعمل إيه. وفي الوقت ده بتقع من طولها فقد الوعي. وفي نفس المكان ده كانج بطلنا بيكون واقف يراقبها من العربية بتاعته بنظرات كلها حزن، وبيكون واضح من نظراته دي انه بيحبها، وعلشان كده بينزل يشيلها من غير اي تردد وبياخدها على بيته. وتاني يوم جده بيتصل عليه وبيهزقه وبيعرفه انه وثق جوازه من الممرضة اللي كانت بتهتم بيه في دار الرعاية ايام ما هو كان مسافر. ولما هو بيعترض وبيقول له انه استحالة يوافق على جوازه من واحدة ما يعرفهاش، بيرد عليه وبيقول له ان هو ده اللي عنده وبيقفل المكالمة في وشه. وهنا المساعد بيجي يعرفه ان الممرضة دي هي نفسها روان، فبيتبسط وبيقف يتأمل ملامحها وهو مش مصدق نفسه. لكن اول ما بتفوق وبتشوف وثائق الجواز وبتسأله هو مين واتجوزه امتى، بيعمل فيها تقيل كده وانها ولا تفرق له خالص. وبيقول لها انه كانج اللي ضحكت على جده من سنة وخلته يجوزها منه من غير ما يوافق، فبتتضايق من كلامه لان اصلا ده ما حصلش، وما كانتش تعرف ان جده ما عرفوش بخصوص الجواز، وده لان جده وقتها كان اوهمها انه موافق وانه لما يرجع من السفر هيجي يتعرف عليها. وبيفضل هو يشاكس فيها، فبتقوم عضاه في ايده وبتقرر انها تمشي. لكن قبل ما تعمل كده بيكون مهددها بانه هيفصل اجهزة التنفس عن امها في المستشفى، فمن خوفها عليها بتقول له ما يعملهاش اي حاجه وهتعمل له كل اللي هو عايزه. وهنا بيبعتها على المستشفى تعمل شويه فحوصات، وبيعرف بعدها ان في حد قرب منها قبل كده، وساعتها طبعا بيفقد اعصابه عليها. وفي الاخر بيقول لها انها واحده رخيصه وما تستاهلش تكون مراته، وانها من النهارده هتكون مجرد خدامه عنده بس. وبتعرف من مساعده انه بيخلص شغل على الساعه 7، فبتقرر انها تستمر في شغلها في دار الرعايه علشان تقدر تجمع مصاريف علاج امها. وبتكون معتقده انه مش هيعرف والدنيا هتمشي. ولكن تاني يوم وهي قاعده بتهتم بواحد من اللي في الدار بتلاقيه داخل يهزقها وبيتهمها انها اكيد باعت نفسها لواحد من الاثرياء اللي موجودين في الدار. وهنا بقى هي خلاص بتجيب اخرها من اتهاماته دي، فبتتعصب وبتكون هتضربه بالقلم، ولكنه بيمسك ايديها على اخر لحظه وبيستمر في الاهانه لحد ما بياخد باله ان جده داخل عليهم، فبيحترم نفسه وبيمثل ان علاقتهم سمنه على عسل وانه بيعاملها احسن معامله. واول ما جده بيمشي بيرجع لقسوته مره تانيه وبيديلها فيزا فيها 10 مليون مقابل انها تسيب شغلها. ولما بترفض بيهددها بامها وبيقول لها انه عايزها تسيب شغلها علشان شكله قدام معارفه ما يكونش وحش مش اكتر. وبتكون سوزي موجوده في المكان وبتشوفه وهو بيسيب لها الفيزا وبيمشي، فبتروح تاخدها منها غصب عنها وبتروح تشتري لبس واكسسوارات بمبالغ كبيره جدا. ومع كل قطعه بتشتريها بيوصل لكانج رساله على الحساب بتاعه، ولانه مش عارف اللي فيها بيكون معتقد ان روان هي اللي بتشتري، فبيقول لنفسه انه زي ما توقع وافقت على عرض جده في انها تتجوزه علشان طمعانه في فلوسه بس مش اكتر. ولما بيروح للمحل اللي هي فيه بيشوف سوزي وهي خارجه وبيشوفها لابسه سلسله فيها الخاتم اللي كانت اخدته من روان غصب عنها. وهنا بيرجع بذكرياته للشهر اللي فات لما غلط مع بنته وهو متخدر وساب لها الخاتم ده علشان يلاقيها عن طريقه. وفي الوقت الحالي بيفتكر ان هي دي البنت مع ان البنت دي تبقى روان، وبيقول لها انه هيعوضها على كل اللي حصل. وبالفعل بياخدها على بيته وهي ما بتصدق وبتعيش الدور مع انها ما كانتش تعرفه اساسا قبل كده، وبتقول لنفسها طالما غني يبقى ما فيش مشاكل. وهناك بيقعد يرخم على روان علشان تخدم عليها على العشاء، ولان سوزي مش سالكه بتكب الاكل على نفسها وعلى روان وبتمثل ان هي اللي كبته عليها، وبتكون معتقده ان كانج هيطردها، ولكن ده مش بيحصل وما بيخافش عليها حتى، وبيكون كل خوفه على روان لدرجه انه بيجيب مرهم الحروق وبيحط لها بنفسه. وهنا بقى هي بتكون هتولع من الغيره، فبتقول لنفسها انها مش هتسمح لروان تخطفه منها، وبتقعد تتحايل عليه لحد ما بيسمح لها تبات عنده النهارده بحجه يعني ان محدش من اهلها في البيت وهي خايفه تقعد لوحدها. واول ما بتلاقي روان لوحدها بتنزل على وشها بالقلم وبتفضل تهين فيها، واول ما بتاخد بالها ان كانج جاي بترمي نفسها على الارض وبتمثل عليه ان هي اللي وقعتها. وعلشان روان مش سهله هي كمان بتقول لها تمام طالما ضربتك فخلينا نقلب التمثيل لحقيقه، وبتنزل على وشها بالقلم عيني عينك قدام كانج. وبعد كده بتاخد بعضها وبتطلع على اوضتها، فبيروح وراها وبيفضل يهنها بكلامه وبيقول لها انها في نظره مجرد واحده رخيصه بس مش اكتر. وفي النهايه بيقرب منها غصب عنها، وبتعرف سوزي كل اللي حصل طبعا، فبتقول لنفسها انها لازم تخلص منها في اسرع وقت ممكن. وتاني يوم لما بتشوفها وهي بتنظف الجنينه بتروح تعرض عليها شيك بمبلغ كبير مقابل انها تنفصل عنه، وعلشان روان تستفزها بتقول لها ان لو عليها فهي بالفعل عايزه تنفصل منه، ولكن هو بقى اللي متمسك بيها اساسا، وبتاخد الشيك كمان تقطعه. ولان مش سوزي اللي حد يضايقها وتسكت
بتتعصب وبتقوم زقاها في حمام السباحة، ومن حسن الحظ إنها بتكون بتعرف تعوم فبتقدر تخرج بكل سهولة. ولكن سوزي ما بتسكتش لحد هنا، وده لأنها تاني يوم بتبعت لها فيديو ليها وهي مع أمها في المستشفى وبتهددها بإنها تخلص لها عليها. ولما بتروح لها بيشدوا مع بعض لحد ما روان خلاص بتستسلم وبتقول لها تسيب والدتها وتمشي وهي هتعمل لها اللي هي عايزاه. وفي الوقت ده والدتها بتفوق، ولما الدكتور بيجي يفحصها بيقول لروان إنها محتاجة تدخل جراحي في أسرع وقت ممكن، والجراحة دي هتتكلف في حدود $1,000,000. ولأن والدتها عارفة إن مش معاها المبلغ ده بتقول إنها مش هتعملها، وعلشان روان تغير رأيها بتقول لها إنها اتجوزت من شخص غني وهيدفع هو الفلوس، وعلشان ما تقلقش عليها بتوهمها إنهم بيحبوا بعض، بس مع ذلك برضه ما بتكونش مطمنة لها، فبتقول لها تجيبوا تعرفوا عليها علشان تصدق. وفي آخر اليوم لما روان بترجع البيت وكانج بيعرف بخصوص العملية والفلوس بيقول لها إنه موافق يدفع لها مقابل إنها تقضي الليلة معاه، ومع إنها بتكون رافضة لأن كلامه ده فيه إهانة كبيرة قوي ليها، إلا إنها أول ما بتفتكر كلام الدكتور عن إن العملية دي ضروري تتعمل للأسف بتضطر توافق، ولكن بتشترط عليه يزور أمها وفي النهاية هو كمان بيوافق. وتاني يوم أول ما بيوصلوا المستشفى بتقعد هي تتحايل عليه بإنه يتعامل معها بشكل كويس قدام أمها، فبيوافق وهي بتكون فاكرة إنه بيقول أي كلام كده وخلاص، ولكن في النهاية بيطلع قد كلمته وما بتشكش أمها في علاقتهم. وبتكون سوزي في المستشفى وبتشوفهم مع بعض بالصدفة، ولما بتتصنت عليهم بتعرف إنهم متجوزين رسمي، فنار الغيرة بتشتغل لأنها كانت معتقدة إن كانج مرتبط بروان بس مش أكتر وإنه بيتسلى بيها. وأول ما بترجع البيت بتقعد تصيح لأبوها وأمها وبتقول لهم يتصرفوا لأنها مش هتتجوز حد غيره. وفي النهاية بتخطط مع نفسها وبتأجر 2 وبتخليهم يقطعوا على روان الطريق علشان يعتدوا عليها، وبتقف هي تصور كل ده فيديو علشان تنشره وتعمل لها فضيحة. وعلى آخر لحظة بتاخد بالها إن كانج جاي، فبتاخد بعضها وبتهرب قبل ما يشوفها، واللي أجرتهم هم كمان بيهربوا وراها. وطبعا كانج بياخد باله منهم ولكن بيسيبهم علشان ينقل روان الأول للمستشفى لأنها فقدت وعيها. وتاني يوم لما هي بتفوق بتكون مصممة تروح تتخانق مع سوزي على اللي عملته، ولكنه بيمنعها وما بيصدقهاش لما بتقول له إن هي اللي أجرت الرجالة اللي حاولوا يعتدوا عليها، ومع ذلك هي بتقرر ما تسيبش حقها. فأول ما بيمشي بتتصل تبلغ عنها، وبسبب ده أبوها ومراته بيجوا يتخانقوا معاها، وبتكون مرات أبوها عايزة تاخدها غصب عنها لاسم الشرطة علشان تتنازل عن القضية. ولما كانج اللي ما بيكونش عارف اللي فيها بيدخل وبيشوف ده بيشيل روان ينيمها على السرير، وبيقول لأبوها ومراته ياخدوا بعض ويمشوا بالذوق. ولأن مرات أبوها مش عارفة هويته ما بيفرق لهاش الكلام ده، فبتغلط فيه وفيها وفي أمها كمان. وهنا بقى خلاص بتفقد أعصابها فبتنزل على وشها بالقلم، وبتقول لها ما تجيبش سيرة أمها تاني على لسانها، وبتكون هي هترد لها القلم، ولكن كانج بيمسك إيديها على آخر لحظة وبيوقفها عند حدها. وفي اللحظة دي هي بتعرف هويته من جوزها وإنه أسرى رجل أعمال في المدينة، فبتخاف على نفسها وبتمشي. ولما روان بتشكر على مساعدته ليه بيتكلم معاها بحنية على عكس العادة، وفي الآخر بيقول لها إن مش مسموح لحد غيره إنه يأذيها. وفي الوقت ده بيجيله اتصال وبيعرف إنها بلغت عن سوزي، فبيفقد أعصابه وبيهددها وبيخنقها بإنها لو فكرت تأذيها تاني مش هيرحمها، وبيسيبها وبيروح يطلعها. وتاني يوم هي بتصحى على اتصال بإن أمها حاولت تنهي حياتها وبتكون محتاجة نقل دم ضروري جدا، وبيكون الوحيد اللي نفس الفصيلة هو أبوها. ولما بتروح له البيت علشان تتحايل عليه يتبرع لها بتسمع سوزي بتقول له أمها إنها راحت قالت لها عليها إنها عشيقة الكانج مش مراته، وإنها باعت نفسها ليه علشان فلوس عمليتها. وفوق كل ده بتقعد تضحك مع أمها بإن أبوها مسافر في شغل، يعني من الآخر أمها مش هتلاقي اللي ينقذها. وفي نفس اللحظة دي بيجي لها اتصال بإن للأسف أمها ماتت، فبتقع مكانها وهي منهارة. ولما سوزي بتشوف ده بدل ما بتسيبها في حالها بعد كل اللي عملته ده بتقعد تهين فيها، بينما هي في الوقت ده ما بتكونش شايفة قدامها غير إنها لازم تنتقم منها. فبتاخد سكينة الفاكهة من على الترابيزة وبتحاول تخلص عليها، ولكن قبل ما تعمل كده السواق بتاع سوزي بينزل فيها ضرب على ظهرها. ولما كانج بيوصل وبيعرف اللي حاولت تعمله بيشدها من شعرها وبيدوس على ايديها برجليه من غير اي رحمة لحد ما بتفقد وعيها. وفي النهاية بتصعب عليه فبياخدها للمستشفى، ولما بيعرف بخصوص ان امها انهت حياتها بيحس ان في حاجة غلط، فبيتصل بمساعده وبيقول له يحاول يعرف له ايه اللي حصل بالظبط. وتاني يوم لما بيروح يحضر جنازتها بيتفاجئ بروان بتطلب منه ينفصلوا، فبيقول لها تنسى ان ده يحصل. ولما بتقول له ان حبيبة القلب سوزي هي السبب في وفاة امها وبتحكي له اللي حصل ما بيصدقهاش برضه، وبيتهمها كمان انها بتفتري عليهم. وفي الوقت ده بيجي له اتصال منها فبيسيبها وبيروح لها، بينما هي من التعب بتفقد وعيها. وعند سوزي اول ما هو بيوصل بتقعد تحور
بتدور عليه هي وامها، وبيعرفوه انها اكتشفت انها حامل منه بعد اللي حصل بينهم، وبيقولوا له انه لازم ينجز ويتجوزها قبل ما بطنها تكبر، وهو زي المغفل بيصدق وبيقول لهم انه هيعمل كده في اسرع وقت. وفي المستشفى لما روان بتفوق الدكتوره بتقول لها انها محتاجه تهتم بصحتها اكتر من كده، وبتقترح عليها تعمل فحص شامل، ولكنها ما بتهتمش وبتاخد بعضها وبتطلع على البيت. وهناك بيكون كانج عايزه تروح معاه تاني يوم حفله تخص العيله، ولما بترفض بيقول لها ان ما عندهاش اختيارات وذوق عافيه هتروح معاه. وفي الحفله تاني يوم بيجي له اتصال، فبيقول لها تدخل هي لحد ما يرد، وبتكون سوزي مسخنه امه عليها ومفهماها ان هي اللي خطفته منها، وعلشان كده امه بتستقبلها بشكل مش كويس، وفوق كل ده بتدلق عليها العصير وبتنزل فيها ضرب. وهنا هو بياخد باله اخيرا فبيروح يدافع عنها، ولما سوزي بتحاول تهدي الدنيا بيهزقها علشان اعلنت خبر حملها من غير ما تاخد رايه. وفي البيت لما بيحاول يساعد روان لان رجليها اتلوت بتقول له ان هو السبب في معاناتها دي لان هو اللي اجبرها تروح، وبتتهمه انه اكيد اخدها علشان يذلها بان سوزي حامل، وفي النهايه بتفقد وعيها. ولما بياخدها على المستشفى الدكتوره بتقول له انها حامل في شهرين والجنين مش مستقر، ولانهم مع بعض من شهر بس بيفقد اعصابه، وبيسالها مين والد الطفل ده وهو بيخنقها، وده لانه ما يعرفش ان هي البنت اللي غلط معاها مش سوزي، وهي كمان ما بتكونش عارفه ده لان وقتها كانت متخدره. وبنعرف انه اصلا بيحبها من ايام ما كانت لسه في المدرسه، ولكن قسوته عليها دي بسبب انه زمان اتنشر عنها اشاعات بانها على علاقه برجل اعمال وانها بتبيع نفسها للاغنياء، وهو صدق الكلام ده وحاول كتير انه ينساها ولكن ما قدرش. وفي الوقت الحالي بيكون مصمم على انها تعمل عمليه اجهاض، ولما بترفض وبتقول له انها اصلا عايزه تطلق منه بيطلع لها عقد بيقول انها لو عايزه تطلق منه هتدفع تعويض 10 مليون، وبيكون هو خلاها تمضي على العقد ده من غير ما تعرف اللي فيها، ومع انها بتتحايل عليه كتير جدا الا انه ما بيغيرش رايه، وبكل قسوه بيقول للدكتوره تحدد لها ميعاد النهارده. وفي النهايه بتصعب على الدكتوره دي فبتقرر ما تعمل لهاش العمليه، وبتعرفها ان في مشكله وهو ان الجنين مش ثابت ومحتاجه حقن سعرها غالي جدا علشان يثبت. ولما كانج بيعرف ده وبيعرف ان روان قالت لها انها تتصرف في فلوس الادويه فبيقول انها مش هتقدر تعمل اي حاجه من غيره، وبيقرر انه يطردها من البيت على اعتقاد ان كده هترجع له ندمانه وهتوافق كمان على كل اللي عايزه. ولما هي بتطلع من المستشفى وبتروح البيت بتلاقي الخدامه واقفه لها بشنطه لبسها ومعاها سوزي، فبتقول لسوزي لو فاكره انها زعلانه تبقى غلطانه وان ده احسن جميل كانج عمله فيها، ومع ذلك سوزي ما بتبطلش رخامه عليها وبتفضل تلقح عليها بالكلام. واول ما كانج بيوصل بتعمل فيها مسكينه وان هي اللي اتهزقت، وهو كالعاده برضه بيصدقها، وفي النهايه بيتهور وبيضرب روان بالقلم. وهنا بقى هي خلاص بتفقد الامل فيه، وعلشان كده بتاخد بعضها وبتمشي، بينما هو بيحس بالذنب فبيروح وراها، ولكن على اخر لحظه كبرياءه بيمنعه من انه يعتذر لها، فبيفضل واقف في مكانه. وفي النهايه هي بتمشي وبتروح تقابل دونج صديق قديم ليها من ايام المدرسه، واول ما بيقعدوا سوا بيعتذر لها لان وقت الاشاعات كان مسافر بره ومعرفش يدافع عنها، وهي مش بتكون مهتمه قوي فبتقول له خلاص اللي حصل حصل، وبتكون عايزاه يوفر لها شغل في شركته كمصممه، فبيقول لها ان دي حاجه تشرفه ومن بكره تكون في الشركه وتعتبرها شركتها. وتاني يوم لما بتروح له بيعرفها انه بيحقق ورا اللي حصل زمان وقريب قوي هيثبت براءتها، وبيتفق معاها تروح معاه في اخر الاسبوع مزاد مخصص للمجوهرات، وده طبعا بصفتها المصممه الجديده للشركه. وهناك بيتقابلوا مع سوزي وكانج اللي بيكون واقف هيولع من غيرته بسبب وجودهم مع بعض. واول ما سوزي بتعرف بخصوص انهم بيدوروا ورا مين اللي نشر الاشاعات بتخاف، وده طبعا لان هي اللي نشرتها. وفي الحفله بيكون موجود يان الحب الاول لروان واللي انفصل عنها بعد الاشاعات اللي اتنشرت عنها، واول ما بتجيله الفرصه يتكلم معاها لوحدهم بيروح يرخم عليها، وده لان هو كمان كان صدق الاشاعات وما زال برضه مصدقها. وفي الوقت الحالي لما هي بتلاقيه زودها وبيلمسها بشكل مش لطيف وبيطلب منها حاجات مش كويسه بتنزل على وشه بالقلم، وفي نفس اللحظه دي كانج بيجي يهزقه فبياخد بعضه وبيمشي. وهنا كانج بيقف يرخم عليها بان مفيش طلاق غير لما تدفع له التعويض يا اما تجهض الطفل، فبتقول له انها قريب قوي هتدفع له، وبتكون معتمده على المزاد لان اغلب التصاميم اللي هتتعرض فيها بتاعتها، وفي المزاد هو اللي بيشتري القطعه دي. ولما بتروح علشان تسلمها له بيكون شارب وحالته حاله، فبيقعد يرخم عليها علشان تقضي الليله معاه وهيدفع لها اي مبلغ تطلبه، وبسبب كلامه ده قلبها بيتكسر فمش بتحس بنفسها غير وهي بتضربه بالقلم، وفي النهايه بتمشي وبتسيبه. ولما هو بيرجع البيت وسوزي بتستقبله ما بيديلهاش وش خالص، فبتقول ان ده اكيد طبعا بسبب روان، وبتقول انها لازم تنتقم منها. وتاني يوم لما دونج بيعرف من روان بخصوص ان هي وكانج متجوزين وطلاقهم واقف على التعويض بيقعد يلمح لها بانه معجب بيها وانه كمان مستعد يدفع لها المبلغ ده وتكون معاه، ولكنها طبعا بتعمل عبيطه. وفي نفس اللحظه دي مساعده بيجي يعرفه ان في اشاعات منشوره عنها بانها دخلت الشركه عن طريق العلاقات وكل تصاميمها مسروقه، فبيقول له يخلي فريق العلاقات العامه يتصرفوا بسرعه. ولما هي بتعتذر له لان ده هيأثر على سمعه الشركه
الشركة بيقول لها إن ده مش ذنبها، وأول ما بيسمع زمايلها قاعدين يلقحوا عليها بالكلام بيهزقهم وبيعتذر لها بالنيابة عنهم، وبياخدها لمكتبه وهناك بيعرفها إن الإشاعات اللي كانت منشورة عنها في حد حذفها كلها، وبيقول لها إنه شاكك إن الحد ده هو كانج لإنه واصل قوي، ولكنها ما بتقتنعش بالكلام ده لأن بناء على معاملة كانج ليها فهي شايفة إن محدش بيكرهها قده، وبالليل بتروح تدفع له نص مبلغ التعويض وبتقول له إنه قريب قوي هتدفع له الباقي، فبيتجنن بمجرد ما بيفكر إنها تبعد عنه، وبيكون هياخدها للبيت غصب عنها ولكنها بتزقه وبتمشي، وبتقول له كمان إنها ما بتكرهش أي حد في الدنيا قده. ولما بتروح علشان تعمل الفحوصات بتاعتها بتتفاجئ بدكتور أول مرة تشوفه داخل عليها، وقبل ما تسأل فين الدكتورة اللي متابعة معاها بيخدرها، ولما بتفوق تاني يوم بتعرف إنها أجهضت، فبتدخل في حالة انهيار وما بتلحقش تهدى، وبتيجي سوزي اللي خلت الدكتور يعمل كده وبتيجي توهمها إن كانج هو اللي قال له، وإنه عمل كده لأنه ما بيحبهاش وما يشرفوش إنه يكون عنده أولاد منها. وفي آخر اليوم بيجي كانج يزورها وهو مبسوط، وده لأنه عارف إن الطفل منه هو، وبيكون معتقد إنها بتعمل فحوصات وما بيكونش عارف أي حاجة بخصوص الإجهاض. وأول ما هي بتشوفه بتنزل فيه ضرب وهي منهارة، وبتقول له إنها بتكرهه ويا ريت يخلص عليها هي كمان. وهنا طبعا هو بيفهم كل اللي فيها فبينهار هو كمان، ولكن بسبب غبائه بيفتكر إن هي اللي أجهضت بنفسها وبتحاول تلبسها له. وبعد ما بيخرج يقعد بره بتيجي الدكتورة تعرفها إن للأسف اكتشفت إن عندها سرطان المعدة ودخل على البنكرياس، وبتكون معتقدة إنها تنهار ولكنها ما بتهتمش، وبتقول إن الموت بالنسبة لها أرحم من الحياة اللي عايشاها، وبتترجاها كمان ما تعرفش كانج، وبتقرر إنها ما تعملش أي عمليات وتمشي على أدوية بس، وبكده هتموت بعد سنة. وفي آخر اليوم بياخدها للبيت غصب عنها وبيقول لها إن مفيش خروج مرة تانية، وإنها تعيش عمرها كله بتعوضه عن خسارته لابنه. وفي الحقيقة هو بيكون بيتلكك علشان تفضل جنبه بس مش أكتر. المهم إن شوية وسوزي بتيجي ترخم عليها ولكنها مش بتسكت لها وبترد لها الكلمة ب10، ولما كانج بيقول لها تجيب لها طبق فاكهة بتروح تجيبه بكل هدوء، ولكن بتقف تاكله هي، ولما بيتعصب عليها بتهزقه، وفي النهاية بيشدوا مع بعض في الكلام لحد ما بيخنقها، وساعتها بتقوم عضاه في كتفه، وفي اللحظة دي هي بتتعب وبترجع دم، ولكنه بيستهزأ بيها وبيكون فاكرها بتمثل علشان تجذب انتباهه. وبعدها هو بيعرف من مساعده بخصوص ان شكلها كده هيطلع ملهاش اي علاقة بالاجهاض، وان سوزي مشكوك فيها لانها على معرفة بالدكتور اللي عمل لها الاجهاض، وراحت قابلته في نفس اليوم اللي حصل فيه اللي حصل. ومن هنا بقى بيبدأ يشك هو كمان، وبيقول للمساعد يراقبها له كويس قوي. وعند روان بتعرف من الدكتورة بتاعتها ان هو كمان ملوش اي علاقة باجهاضها، وانه بيدور ورا الموضوع علشان يعرف مين السبب. ومن هنا بيبدأ قلبها يلين ناحيته شوية. وتاني يوم لما امه بتيجي ترخم عليها في البيت بتتصل بيه، فبيجي يدافع عنها وفي النهاية بيطرد امه. وبعدها بيعرف من مساعده ان سوزي فعلا هي اللي ورا الاجهاض، لان في مبالغ كبيرة متحولة من حسابها لحساب الدكتور، وعلشان كده بيحلف انه لازم ينتقم منها. ولما بيروح لها شقتها بيمسكها وهي بتخونه مع ابن الدكتور، فبيفضل يعذب فيهم لحد ما بيعترفوا، وبيكون شاكك كمان انها مش حامل منه، فبياخدها على المستشفى علشان يعمل لها فحوصات ويتاكد. ولما بيرجع وبيلاحظ ان روان تعبانه بيكون عايزها ياخدها للمستشفى، ولكنها بترفض وبتقول له انها واخده شويه برد مش اكتر. وفي اللحظه دي بتشم ريحه البرفيوم بتاع سوزي في هدومه وبتفتكر انه كان معاها، فبتسيبه وبتطلع لاوضتها وهي زعلانه. وفي الوقت ده مساعده بيتصل يعرفه ان سوزي مش حامل منه فعلا، وان احتمال ما تكونش هي البنت اللي غلط معاها. ولما بيقول له يراجع كاميرات المراقبه بتاعه الفندق بيقول له انه حاول ولكنها محذوفه. وتاني يوم بياخد روان معاه لحفله عيد ميلاد جده، وهناك بيكون موجود دونج ويان واللي بيطلع انه ابن اخوه. واول ما هو بيعلن ان روان تبقى مراته بيتصدم وبيفضل يشرب لحد ما بيسكر، بينما روان بتكون مستغربه حنيه كانج عليها في الفتره الاخيره. وفي اللحظه دي بتحس ان عندها مشاعر ناحيته، فبتروح تغسل وشها في الحمام وبتقول لنفسها ان ده ما ينفعش لانها خلاص قربت تموت. وفي الوقت ده بتتفاجئ بيان جاي يقرب منها، وكل ما تبعده يقرب اكتر. ومن حسن الحظ كانج بيدخل على اخر لحظه وبيلحقها، وكعقاب على اللي يان عمله بيقرر يسفره غصب عنه على بره البلد. وفي اللحظه دي بياخد روان في حضنه وبيطلب منها ينسوا الماضي ويبداوا حياه جديده، ولكنها بترفض، وده لانها كده كده عارفه انها هتموت، فمن جواها بتكون مش عايزاه يتألم بعد كده. واول ما بتخرج بتلاقي دونج في وشها، وفي الوقت ده بتتعب وبترجع دم مره تانية، فبيعرف بخصوص مرضها وبيكون مصمم يسافرها تتعالج بره، ولكنها بترفض العرض بتاعه. وفي الوقت ده كانج بيشوفهم سوا، فنار الغيره بتشتغل وبياخدها على البيت غصب عنه، وهناك بيحاول معاها علشان تديله فرصه ويبداوا من اول وجديد. ولما بترفض بيفقد اعصابه وبيكون هيقرب منها غصب عنها، ولكنها بتفضل تضحك كده بطريقه هستيريه، فبيبعد من خوفه عليها. وتاني يوم لما هي بتقول تديله فرصه بتيجي سوزي تمثل عليه ان هي اللي قضت الليله معاه فعلا، وان اجهاضها كان من ترتيب امها مش منها، وهو زي المغفل زي كل مره بيصدق، فبتصعب عليها نفسها وفي النهايه بتسيب البيت من وراه وبتمشي.
تمشي، ولما هو بيرجع بيجيله اتصال من مساعده بان هي اللي قضت الليله معاه مش سوزي، ووقتها بيشوف رساله كانت كاتباها له بانها ماشيه ومش هتشوفه مره تانيه، وبيعرف هو بعد كده ان دونج عارف مكانها، فبيفضل وراه لحد ما بيخلي شركته تفلس. ولما هي بتعرف ده بتروح تقابله، ولكن قبل ما تقول اي حاجه بتتعب، ولما بينقلها المستشفى بتصارحه الدكتوره بحقيقه مرضها وان مش باقيلها كتير، وفي اللحظه دي بينهار وبيلوم نفسه على كل مره اذاها فيها، ومن بعدها بيبدا يهتم بيها وبيقضي كل وقته معاها وبيحاول يعالجها عن طريق الاستئصال، ولكن التجربه بتفشل وللاسف في النهايه بتموت. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.